السلام عليكم رجالة حنفي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موسم جديد من فانتزي بريمير ليج الدوري الانجليزي، موسم 23 24. فرقة نزلت وفرق طلعت، ناس جت جديدة، ناس راحت بعيدة، ناس راحت من الفرقة دي للفرقة دي. طب انا اعمل ايه؟ الاسعار، هالاند ب 14، مش عارف مين بقى ب9، صلاح سعره نزل، ارنولد بقى ب8. حاجات غريبة بتحصل، خطط كتيرة بتنزل. طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه ب 14 مليون ولا 100 مليون؟ اعمل ايه بالكلام ده كله؟ انا معايا 100 مليون اوزعهم ازاي؟ انا عادي اجيب هالاند. طب لو جبت هالاند وصلاح الفرقه باظت. طب انا عايز اجيب راشفورد. طب انا عايز اجيب برونو فرنانديز. طب ارنولد انا اعمل فيه ايه؟ طب روبرتسون ممكن ينفع. طب فان دايك. طب انا اعمل ايه تاني؟ طب استوبينيان. طب حراس المرمى اسعارهم حلوه، اجيب مين؟ اعمل ايه؟ طب انا كده مش هجيب حد من السيتي. طب ايه ده؟ طب انا اجيب ماكاليستر. انا هعمل ايه يا جدعان؟ كل الاسئله اللي في دماغنا دي هنظبطها. طب الفرق الجديده هنعمل فيها ايه؟ هنجيب منها حد ولا نصبر شويه؟ هنتكلم بمجمل الكلام ده كله. وكمان جايب لك معايا 4 خطط ممكن تاخد منها زي ما انت عايز، تجيب هنا تحط هنا، الكلام ده كله هنتناقش فيه. اجهز ورقه وقلم وسمي الله وصلي على الرسول ويلا بينا. رجعنا لكم من تاني رجاله حنفي. وقبل ما نبدا اشكر الناس اللي كانت معايا من الموسم اللي فات ولسه موجوده معايا من الموسم دوت، والناس الجديده بقى اللي شرفتني ومنوراني دلوقتي. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب لو انت لسه مش مشترك معايا في القناه، وتفعل الجرس اهم حاجه عشان اي فيديو جديد يوصل لك. واحنا لحد دلوقتي احنا معديين تقريبا 1500 راجل من رجاله حنفي موجودين معانا وعيله حنفي. إيه عايزين بقى السنه دي والموسم ده نكبر بقى، نعدي ال 2000 نكسر الكلام ده كله ان شاء الله، يبقى بسيط معانا ان شاء الله بتوفيق ربنا علينا. ومش عايز افكركم ان خلاص عملنا ليجا اف بي ال حنفي، موجود الكود هيظهر قدام حضراتكم على الشاشه، واللينك موجود تحت على الوصف. وعملنا طبعا منصات كلها موجودين معانا، اللينك برضو ظهر عندنا وبرضو موجود تحت في الوصف. اي لينكات احنا بنقدم فيها المحتوى، وان شاء الله تتابعوني والدنيا تبقى سلسه معانا في كل مكان. يلا بينا على الاقتراحات اللي انا عملتها لكم في ظل خلال الاسعار الغريب اللي احنا شايفينه في الفانتازي السنه دي، والناس الجديده اللي جت والاسعار المختلفه اللي رايحه جايه. تعالوا نشوف اول خطه معانا ان شاء الله هتبقى كويسه ومفيده، وفيها برضو الناس اللي عايزين نعملها متفاوته الى حد ما، تبقى الميزانيه كويسه معانا. فاول خطه معانا موجوده معانا دلوقتي في حراسه المرمى. انا جايب مارتينيز طبعا من استون فيلا، واريولا حارس ويست هام. طبعا احنا محدش يسمع كلام ان احنا نبدا بحارس بريميوم عالي قوي السنه دي، مختلفه عن السنين اللي فاتت. السنه دي هيبقى في تفاوت كبير جدا في التشكيلات، الا بس كام لاعب كده اللي هنضطر نجيبهم عشان النقط والمراكز والكلام ده كله. ما تسمعش حد يقول لك لا هات واحد بريميوم تقيل في حراسه المرمى. لا يا باشا، واحده واحده عليا كده، احنا بنمشي بالمعقول وبالموزون معانا لحد ما نشوف لو في حراس مرمى جايه جديده مثلا، نشوف الكلام ماشي ازاي. عندنا مارتينيز حارس المرمى استون فيلا، واريولا حارس ويست هام. وعلى فكره اريولا هيبقى ان شاء الله اساسي مع ويست هام بسعر 4 مليون، سعر جميل جدا. طبعا مارتينيز عنده نيوكاسل، بعد كده ايفرتون وبيرنلي وليفربول وكريستال بالاس، ماتشات معقوله، منتظرين سيفز برضو من مارتينيز. واريولا برضو نفس الكلام، ماتشاته كويسه برضو الى حد ما. نخش بقى على خط الدفاع، وقبل ما نبدا فيه لازم برضو نذكر الناس ان مش كل لازم يبقى الناس الجامده اللي سعرها عالي. انت ما تركزش على الدفاع بس، لا ركز على الدفاع وخط النص وخط الهجوم عشان الميزانيه بتاعتك تبقى كويسه ومعاك لعيبه على الاقل تقدر تجيب لك نقط. طيب في الدفاع عندنا مين؟ اول واحد عندنا جبريل بسعر 5 مليون. طبعا جدول ارسنال ممتاز جدا، يعني مع بدايه الموسم ما شاء الله عليهم، عندهم من الجوله الاولى لحد الجوله ال7 ماتشات جميله جدا، فورست وكريستال بالاس وفولهام، وعندهم اليونايتد، بعد كده ايفرتون، توتنهام، بورنموث. فماتشات ارسنال انا شايفها جميله لحد الجوله ال7. طيب 5 مليون جبريل خلاص في الدفاع من ارسنال. وطبعا ما فيش خلاف عليه لحد دلوقتي هو استوبينيان من برايتون. عنده طبعا لوتن اول ماتش، بعد كده وولفز، ويست هام، نيوكاسل، المان يونايتد. برضه ماتشات كويسه مع استوبينيان، احنا عارفين استوبينيان معانا من السنه اللي فاتت عامل ازاي، فلا خيار عليه كده. معانا اهو جبريل 5 مليون، استوبينيان 5 مليون. طيب عايزين برضه ناس تانية كويسه والسعر بتاعها ما يبقاش عالي عشان نعرف نجيب واحد في خط الدفاع كبير. طيب الناس اللي بتفكر في ارنولد، ارنولد اهو ب 8 مليون، مع ان السنه اللي فاتت هو فعلا السعر فعلا المره دي يعني مبالغ جدا على ارنولد.
يعني هو ارنولد السنه في السيزون اللي فات كان بادئ ب7.5 مليون وانتهى ب7.8 مليون. فلما ينزل السنه دي 8 مليون، يعني في من بدايه الموسم اللي فات نص مليون زياده على 8 مليون، شايفه برضه كبير يعني كتير صراحه على ارنولد. اي نعم السنه اللي فاتت كانش من اول الموسم لحد قبل تلت النهايه من الموسم كانش هو احسن حاجه، بس تمام الناس اللي عايزه ارنولد معاها دي ارنولد موجود. طيب تعال نتكلم بقى على باقي الدفاع. انا جبت اكي من دفاع مانشستر سيتي، وهو سعره 5 مليون، انا شايفه برضه السعر مناسب، واكي طبعا اثبت جدارته السنه اللي فاتت معانا وبسعره والكلام ده كله. طيب عايزين واحد تاني في الدفاع، انا شايف تريبيير. طبعا شفنا سعره عامل ازاي، كان صراحه سعره برضه عالي جدا، متفاوت خالص، مبالغ فيه جدا، فاحنا قررنا ممكن نجيب مكانه بوتن. بوتن بسعر 4.5 ممكن ما يكونش اساسا عالي، ان جدول نيوكاسل مش احسن حاجه، يعني في استون فيلا، في السيتي، في ليفربول، برايتون، برينتفورد، يعني جدول يعني نيوكاسل مش احسن حاجه في بدايه الموسم. نخش بقى على خط النص معانا ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده ونقول رقم واحد وهو ساكا من ارسنال بسعر 8.5 8.5 مليون، سعر برضو عالي بس ساكا برضو بصراحه يستاهل. ورقم اتنين من برنتفورد وهو مبويمو او امبويمو بسعر 6.5، في ظل ان توني لسه موقوف بسبب حوارات اللي كان بيعملها السنه اللي فاتت ديت، اللي هي بتاعت اليانصيب والكلام ده والمؤامرات والكلام ده، يعني الحاجات دي اللي انتوا عارفينها. فطلع كده يعتبر ان موبيمو ممكن يبقى يمثل الهجوم في برنتفورد، وهو مصنف في خط النص في الفانتازي، فده برضو سعر كويس جدا، فاصل 6.5، فحاجه كويسه جدا لموبيمو، خصوصا ان جدولهم برضو مش وحش، حلو لحد ما هيبقى عندهم توتنهام، فولهام، كريستال بالاس، بورنموث ونيوكاسل. ماشي موبيمو يعني كفر كويس جدا معانا. ورقم 3 في خط النص وهو حبيب قلبنا مارتينيلي، سعره غالي برضه في 8 مليون. برضه صراحة مارتينيلي يستاهل السعر ده، كان في بداية الموسم مش كويس معانا السنة اللي فاتت، بعد كده كان كويس السنة اللي فاتت في البداية، بعد كده هبل شوية بعد كأس العالم، بعد كده انفجر تاني ورجع من أول جديد تاني ورجعناه تاني معانا. طيب احنا معانا 8.5 و6.5 و8 مليون، طب لازم نفوت شوية من الموضوع نجيب حد في النص يعني مش عالي. طب احنا جبنا مين؟ جبنا ب5 مليون ريد من فولهام. ريد برضه فاكرين السنه اللي فاتت كان برضه عامل موسم طيب جدا مع فولهام، ف5 مليون تعتبر كويس في خط النص، عشان مفيش حاجه اقل من كده في خط النص عندنا. خط النص الخامس معانا وهو ماركوس راشفورد وهو ب9 مليون، مع العلم ان السنه اللي فاتت راشفورد كان بادئ ب6.5 في الفانتسي وانتهى ب7.2، بس عشان المستوى الخرافي اللي عمله السنه اللي فاتت مع نهايه الموسم وصل ل9 مليون. انا شايفه بصراحه يستاهل راشفورد لو السنه دي قدم زي السنه اللي فاتت. طيب تمام، تعال لي بقى على خط الهجوم اللي كله مستنيه. هنعمل ايه في خط الهجوم؟ انا عايز هالاند، مفيش واحد بيتكلم معايا انا عايز هالاند. خلاص يا باشا، انت لحد دلوقتي تشكيلتك تقدر تجيب فيها هالاند، يبقى رقم واحد ما فيش منازع، هالاند رقم واحد بسعر 14 مليون. طبعا سعر لما كنا بنشوف الاسعار اللي كانت بتنزل لايف مع الفانتزي، كانت منزل الاسعار لايف، اول ما شفت 14 مليون طبعا كل مقدمين المحتوى سواء اجانب او عرب كله يا نهار اسود على الرقم يا جدعان، وناس تقول لك يعني طبعا بعد الصدمه قال هو يستاهل الرقم ده. الراجل ده بازوكا، فاكرين لو السنه اللي فاتت الناس اللي كانت متابعانا السنه اللي فاتت انا مسمي الراجل ده بازوكا، الراجل ده ما كانش فيه حد عارف يوقفه، ولو وقف اللي قدامه هيتضرب. فهالاند 14 مليون اساسي معانا، مضطرين للاسف لان جدولهم كويس، عندهم اول ماتش بيرني، بعد كده نيوكاسل، شيفيلد، فولهام، وستهام، فاعتقد الليله دي كلها مش صعبه على واحد زي هالاند. طيب وعندنا تاني في خط الهجوم واحد هو واتكنز من استون فيلا ب8 مليون، برضه سعر انا شايفه برضه كبير على واحد زي واتكنز كان ممكن ينزل على الاقل ب7.5، مش واقع انه 8 مليون الصراحه خالص، بس واتكنز برضو ماتشاتهم حلوه كويسه، عندهم نيوكاسل، في ايفرتون، في بيرلي، في ليفربول، في كريستال بالاس، ماشي تمام. نشوف في بدائل كتيره معانا برضو في الخطط اللي جايه. ورقم 3 في الهجوم هو اسمه ارشر برضو من استون فيلا، هو ب4.5، ده طبعا اقل واحد معانا في الفانتسي، دي كده تبقى التشكيله رقم واحد معانا في الدرافتات اللي هنقدمها. واحد يجي يقول لي طب ايه يا عم انت ناسي توتنهام ولا ايه؟ كين يا عم، والكلام اللي بيحصل على كين ومحاورات كين والكلام كتير بايرن ميونخ عايزاه وتوتنهام ماسكه فيه مش عايز تسيبه لاي فرقه خالص،
طب ايه الكلام؟ توتنهام موقفه ايه من العرب معانا؟ اقول لك تعالى يا باشا الدرافت رقم 2 معانا، تعال نتكلم برضو واحده واحده على الموضوع دوت. في حراسه المرمى انا مثبت معانا اريولا ب 4 مليون، والحارس الثاني ب 4.5 وهو جون ستون حارس كريستال بالاس. لو فاكرين السنه اللي فاتت في فتره من الفترات جبناه معانا، كان في دبل من الدبلات، وهو الراجل بصراحه بيعمل سيفز كتير بسعر 4.5 مليون. طبعا الجدول بتاعهم عندهم تشيفيلد يونايتد، في ارسنال، في بيرلي، في وولفز، في استون فيلا. ممكن الراجل ده ممكن يعمل لي حاجه في حراسه المرمى كسيفز. طيب نتكلم على خط الدفاع، جبنا اتنين برضو ثابتين عليهم وهما جبريل واستوبينيان، الاتنين ب5.5 خلاص ثابتين معانا. تعال نتكلم على رقم 3 وهو فيرجيل فان دايك ب6 مليون. طيب 6 مليون حلوين على فان دايك ولا قليلين؟ تعال نتكلم. طيب كويس على فان دايك 6 مليون، حلو جدا. ليه؟ احنا ممكن نعلي قدام بعد كده، ده انا هتكلم فيه معاك. طيب ده رقم واحد اللي هو ده تقريبا ايه اكتر واحد سعره عالي معانا في الدفاع، وهو فيرجيل فان دايك ب6 مليون. تعال نتكلم على لوك شو. لوك شو معانا ب5.5 مليون، انا شايفه كويس جدا الصراحه. لوك شو من السنه اللي فاتت برضو كان مظبط معانا الكلام. لوك شو السنه اللي فاتت كان ب5 مليون اول ما بدا، وانتهى ب5.3، فهو يبقى ب5.5 مليون. كويس، حلو جدا اللي شو الى حد ما كويس جدا معانا. طيب رقم 4 او رقم 5 مين معانا في الدفاع؟ هو برضو انا ثابت على بوتمان من نيوكاسل بسعر 4.5 مليون، برضو شايفه كويس جدا معانا. ده بالنسبه لخط الدفاع معانا. تعال نتكلم بقى على خط النص، وهو ما اختارش كتير عن الدرافت اللي فات، وهما اتنين، وهو مارتينيلي وموبويمو وراشفورد ثابتين معانا، وهو وريد كمان. طيب مين بقى الخامس بتاعهم؟ وهو ماكاليستر من ليفربول، طبعا اللي جه من برايتون، بيع طبعا لليفربول، نازل بسعر 6 مليون. وهو كان في برايتون كان نازل السنه اللي فاتت بكام يا ربي؟ كان بنازل ب5.5 مليون، وانتهى ب5.6 مع برايتون السنه اللي فاتت. ماكاليستر اللي ما يعرفوش هو كان ماسك ضربات الجزاء طبعا، وحصل على كاس العالم في الارجنتين. طيب الراجل ده 6 مليون ممكن يبقى لقطه الموسم معانا بسعر 6 مليون، والناس اللي عايزه تظبط البادجت بتاعها مش وحش ماكاليستر، لحد ما نشوف الحاجات والوديات اللي ليفربول ممكن يعملها. ماكاليستر هيبقى نظامه ايه في الملعب؟ اختيار ممتاز جدا وديفرنشال جدا. الناس اللي عايزه ناس ديفرنشال من بدايه الموسم، هو بسيط مش ديفرنشال كبير ولا حاجه. ده كده بالنسبه لخط النص معانا. تعال نتكلم بقى على خط الهجوم. الناس كانت بتتكلم على هاري كين، يا باشا انا جايب لك هالاند وهاري كين مع بعض في التشكيله دي. هالاند ب 14 مليون وكين نازل ب 12.5 مليون. طبعا قلنا هالاند عنده مين؟ نتكلم على هاري كين عنده بيرلي واليونايتد وبورنموث وبيرلي وتشيفيلد يونايتد. هاري كين لو ما راحش في حته لحد بدايه الموسم هيبقى اختيار كويس جدا، ولو راح في حته تانية هيبقى برضه كويس لينا احنا، ان احنا الفلوس دي كلها نبدا نظبطها في الفريق بعد كده ونوزعها يعني. طيب المهاجم الثالث معانا وهو ماكاتيتي، ما اعرفش ماكاتي، ما اعرفش انا بقول صح ولا غلط. هو من لوتن، من الفرق اللي صاعده من الشامبيون شيب ب4.5 مليون. ده لو الراجل ده، انا لسه عايز اعمل تقرير شويه عن الناس اللي طالعه جديده، عن الثلاث فرق اللي طالعه جديده في البريمير ليج. هنشوف الراجل ده موقفه ايه من الاعراب ونتكلم فيه برضه. لو الراجل ده بيلعب اساسي ب4.5 مليون ده حاجه تبقى جميله جدا جدا. الدرافت الثالث ما اختلفش كتير على الدرافت الثاني، بس المره دي احنا جايبين واحد مش عايزين ننساه، اللي هو ابو صلاح وجبريل خيسوس. تخيل صلاح وخيسوس وهالاند فرقه واحده، يبقى التشكيله عامله ازاي؟ تعال نشوفها مع بعض. طيب الدرافت اللي طلع قدام حضراتكم دلوقتي، حراسه المرمى جون ستون واريولا برضو. خط الدفاع ما اختلفش خالص عن الدرافت اللي فات عشان نقدر نجيب الناس البريميوم معانا. خط النص اختلف شويه، جبنا ميتوما ب6.5. طبعا برايتون زي ما قلنا عندهم مين؟ طيب ميبويمو معانا 6.5. ابو صلاح معانا ب12.5. ابو صلاح السنه اللي فاتت لما نزل كان ب13، ومع نهايه الموسم كان ب13.1. السنه دي بادئ ب12.5، يعتبر كويس جدا. النص مليون اللي احنا محتاجينه دوت مع ابو صلاح. وخط النص رقم 4 وهو ريد من فولهام، وبعد كده الخامس برونو فرنانديز ب8. اللي ما يعرفش ان برونو فرنانديز السنه اللي فاتت كان بنازل ب10 مليون، وانتهى الموسم اللي فات ب9.5. السنه دي لما يبدا ب8.5، مع ان الموسم اللي فات انتهى برضه كان عامل حاجات كويسه. اخر الموسم اللي فات بننزل ب8.5، فده يعتبر لقطه. فانت تخيل انت خط النص عندك ميتوما، موبويمو، محمد صلاح وريد وبرونو فرنانديز، فدي حاجه جميله جدا. بالاضافه لقنبله الهجوم
هالاند وخيسوس من ارسنال، وكمان ماك اتي بتاع لوتن اللي طالع من الشامبيونشيب. فخيسوس، هالاند، صلاح، برونو فرنانديز، معاك فيرجيل فان دايك ولوك شو. فاعتقد التشكيله دي تعتبر جميله جدا بالنسبه لي بصراحه، ومتوافقه جدا وموزونه جدا، خصوصا انت معاك خيسوس في الهجوم يعني وجدول ارسنال ممتاز جدا زي ما قلنا لحد الجوله السابعه. وخيسوس انت احنا عارفينه من ساعه ما راح السنه اللي فاتت لارسنال وهو مبدع حاجه غير طبيعيه، لولا بس الاصابه اللي جات له في نهايه الموسم. التشكيله الرابعه والنهائيه معانا تشكيله القنبله الذريه. يعني ايه قنبله ذريه؟ يعني يا باشا لما اجي اقول لك معاك محمد صلاح وهالاند وكين في تشكيله واحده، تبقى دي قنبله ذريه مش قنبله ذريه. حد هيجي يقول لي يا عم الحاج انت جايب الثلاثه دول يبقى انت مهبل في باقي التشكيله. يا عم انا عايزه موزونه. طب ما تيجي نشوف مع بعض، طلعتش موزونه يبقى ليك الكلام. يعني تعال نشوف التشكيله دي عامله ازاي اللي بيقول عليها القنبله الذريه، والتوظيف الميزانيه فيها عامله ازاي. المره دي احنا مختلفين في حراسه المرمى، مش جون ستون ولا مارتينيز. انا جايب لك بيكفورد من ايفرتون. طبعا جدول ايفرتون عندهم فولهام، استون فيلا، وولفز، شيفيلد، ارسنال. طبعا احنا عارفين ان بيكفورد لما بيقفل دماغه مفيش حد بيعدي ويعرف يجيب جوان. شايف الكلام ان احنا ممكن نجي نشوف سيفز جامد جدا من بيكفورد، كمان ممكن نشوف كلين شيت من بيكفورد. وحراسه المرمى معاه هو اريولا برضو من ويست هام، انا ما غيرتهوش. في خط الدفاع معانا 5، معانا جبريل وستوبينيان ولوك شو واكي وبيل من لوتن ب4 مليون. اعتقد ان 4 مليون في الدفاع هيوفر لنا كتير جدا قدام، وده خامس واحد معانا في الدفاع. تعال نشوف خط النص عامل ازاي معانا. انا جايب لك ميتوما، وجايب لك رودريجو من مانشستر سيتي، جايب لك محمد صلاح ومبويمو وريد من فولهام. اعتقد متوازنه الى حد ما معانا. اي نعم مفيش حد من خط النص بالنسبه لمانشستر يونايتد، بس احنا معانا لوك شو في الدفاع. نتكلم على خط الهجوم، انا جايب لك هالاند وكين وارشر من استون فيلا، طبعا معروف ده يبقى في الدفاع. في الهجوم طبعا في الدكه معانا. شايف ان الخطه دي برضو كويسه. يعني ما حد يقول لي انت كده مبوظ الناس اللي حواليك، انا مش مبوظ حاجه. انا جايب لك ناس بريميوم برضو بتلعب وسعرها كويس. لما نخفض في خط الدفاع بسعر لاعب الدفاع ب4 مليون، ويبقى خط النص متوازن بالطريقه دي، وخط الهجوم متوازن بالطريقه دي، جايب لك هيري كين وجايب لك هالاند. فاعتقد ان دي تشكيله برضو تعتبر تشكيله محترمه جدا وقويه جدا. دي كانت 4 درافتات او 4 تشكيلات مختلفه تقدر تعمل فيها زي ما انت عايز، تجيب من هنا تحط هنا. عايز تقول لي تشكيلتك عامله ازاي واقول لك رايي فيها، نعمله حلقه اراء في التشكيلات بتاعت حضراتكم. انا عناية لكم، تسالوني في اي وقت وفي اي مكان في المنصات موجوده قدام حضراتكم. واخر حاجه، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.